السلام عليكم اصدقائي. طبعا الطيرة كانت لافة هون، كانت كابة بيضة. اللي متابع الفيديو من قبل شاف كانت كابة بيضة هون، رجعت حطيتها، رجعت كبتها لانه البيضة غير ملقحة. فطيور السنة صاروا اذكى من هذيك السنة، يعني حاسس صاير عندهم ذكاء مو طبيعي، عم يراقبوني على الدعسة. يعني صاير عندهم مو مثل هذيك السنة، حتى بيض الكنار الفاضي اللي حطيته تحتهم رفضوا يقعدوا عليه. ديك السنة كان يقعدوا عادي. هون الطيرة كانت قاعدة، هون شلت البيض حضنته تحت الكنار وطلعوا فراخ الحمد لله. رجعت لفت، هلا لفت هون الوضع هون. ان شاء الله يتمم على خير، مع انه هذا العش جنب العش لفت، تركت العش وتركت الثانية ولفت هون. راح ننظف لها شوي حواليها حتى تقدر تقعد فيه او تلقح الذكر يلقحها هون. اتمنى التوفيق للجميع. طبعا عندي هاي لفت وما بعرف الثانية اذا لفت ولا لا. هلا راح ارجع ادور لانه هلا فتت على الغرفة، صار لي يومين ما عم بطلع. بهالوقت خففت الطلعة لانه وقت البيض. ما بعرف اذا الطيرة هون هاي قاعدة على البيض بيض طلعت الطيرة. اتمنى التوفيق للجميع يا شباب، وطمنونا الوضع عندكم شلون. لا تنسونا بالدعاء وبالتوفيق للجميع يا رب. نرجع لكم فيديو تاني ان شاء الله.